قد ايه شركة نوكيا كانت شركة عظيمة في تصنيع الهواتف من شهر مايو 1865 لحد 2012. كانت أكبر شركة بتبيع موبايلات في العالم بعوائد سنوية بتوصل لحوالي 30 مليار يورو، الكلام ده سنة 2012. وكلنا عارفين ان الشركة حاليا ومن 2012 هي شبه مش موجودة ومبيعاتها في الأرض. كلنا عارفين الكلام ده كويس، بس السؤال بقى هنا ليه ده حصل؟ ده بقى اللي مش كلنا عارفين. وباختصار كده يا صديقي، عدم التجديد. لما نوكيا كانت بتجيب ايرادات اعلى من اي شركه بتصنع موبايلات في العالم، وما كانش فيه تنافس ساعتها، نوكيا فضلت تعمل اللي هي بتعمله بالظبط. قالت لك انا مش ناجحه، خليني اديني بصنع وببيع وبكسب. وفضلت نوكيا زي ما هي بتقدمش اي حاجه جديده، في ظل بقى في تنافس شويه في الشركات، وظهرت شركات قويه جدا زي شركه ابل وسامسونج، واللي كانوا بيطوروا وبيخترعوا حاجات جديده، وكانوا شايفين ان لسه التكنولوجيا قدام ولسه في حاجات كتيره قوي لسه ما اتصنعتش. لكن نوكيا ما كانتش شايفه كده، اللي خلاها مبيعاتها تقل.